نعم. حضرتك احنا موقفنا ايه من ماتش سيراميكا القادم؟ يعني لو سمحتوا انا برد بقول احنا بنعمل اللي فيه مصلحة النادي بس، اكتر من كده مفيش حاجة خالص. فاحنا شايفين مصلحة النادي دلوقتي ان احنا يعني هنلعب المباراة 24 دلوقتي، مفيش مشكلة عندنا، والامور ابتدت تتحل كلها لصالح النادي. زي ما وقفنا ودعمنا النادي وقدرنا نقف قدام الناس كلها، وابتدت المنظومة تتغير. فاللي احنا عايزينه مش ان احنا ما بنلعبش، لا، اللي عايزينه ان المنظومه تبقى فيها تكافؤ فرص. ودلوقتي ابتدى يتم، ادي اتحاد الكره بيحقق مع الحكام وعامر حسين مش موجود وكل حاجه مظبوطه، يعني فابتدوا يتحركوا. لولا اللي احنا عملناه ما كانش الامور هتتحرك. بقالنا 20 سنه مش موجود الكلام ده خالص. فالحمد لله ان ربنا اكرمنا وقدرنا نقف وقفه هزت الوسط الرياضي كله وزي الفل. يا كابتن حسين كده يعني طلبات الزمالك هيتنفذ قبل ما نخوض المباراة ان شاء الله؟ اللي هي يا فندم؟ اللي هي الاربع مطالب اللي الزمالك طلب بيهم اللي هم ايه يا فندم؟ نعم. اللي هم ايه؟ الاربع مطالب اللي نزلوا في البيان، اللي هم ايه؟ طيب ما انت قولهم. اللي هو كده جدول الدوري لحد نهاية الموسم ما هو وكل نزل جدول اه الدوري جدول لغايه الدوري كده الموسم. تمام. وكل فرقة تلعب الدور الأول، بعد كده الزمالك يلعب. لا، الدور الاول مش هينفع، عمليا مش هينفع، هيبوظ الدنيا كلها. فاحنا اخدنا ثلاثه من الاربعه، واخدنا اللي احسن منهم كمان، ان احنا هنبقى مشتركين في وضع النظام المسابقه الجديد. ولا عامر حسين يألف ولا اي حد، احنا اللي هنحط الجداول. واحنا اللي مش احنا كنادي الزمالك، انما بقى الرابطه ما تحطش الجدول. لازم احنا اللي نتفق كأندية على الجداول، فاخدنا كل الحقوق اكتر مما كنا عايزين، ما يعني عدا طرف واحد. كده يتم إقالة عمرو حسين ورئيس لجنة الحكام. يا عمي لو بصيت على الجوابات، اخر ثلاث جوابات ما فيش حاجه اسمها عامر حسين، فمش هيتم. هو مش موجود اصلا. حضرتك احنا كده هنلعب ماتش سيراميكا، ما لعبناش ليه ماتش الأهلي؟ طب ما هو يعني لو ما كناش عملنا كده ما كناش وصلنا لكده. انت عايز نبقى احنا كل سنه مضغوطين ونقعد نصوت ونعمل، ولا الدنيا تتظبط مره واحده؟ ده تتظبط مرة واحدة. زي الفل. يبقى توكل على الله وقول برافو عليكم. شكرا لحضرتك يا كابتن تحت حسين. امرك. مع ألف سلامة، مع ألف سلامة. الله يكرمك.